القرص الفلاحي الطرية اللي زي القطنة بتاعت زمان وهشة جدا بمقادير عندك من البيت ومن حاجة كنا بنرميها شايفين اللون ازاي ذهبي من بره ومن جوه ومن فوق ومن تحت، وكمان هشة بصوا من جوه تحفة، ومن بره اللون والريحة تجنن بالخميرة يعني وسهلة جدا. عايزة اقول لكم من حاجة بجد كنا بنرميها وشوية دقيق وبس خلاص كل الخير ده من كيلو دقيق. طبعا بتبقي حيرانه في فطار الصبح لولادك وسناكس كده، الله على الطعم خطيره. وكمان لما بتبقوا خارجين لو انتوا في مصيف او في خروجه او كده مع كوبايه شاي او لبن بشاي زي كده، الله تحفه جدا. حط لايك للفيديو لو انت مش مشتركه معايا في القناه، اشتراك سبسكرايب وفعلي الجرس علشان تتابعيني على طول. ونقول بسم الله ونبدا الفيديو كده وناكل شويه من القرص الطريه القمر دي مع اللبن. وكمان لو سقيتيها بقى طعم تحفة يجنن. اتحداكي هتقومي تعمليها على طول. ويلا بينا نبدأ الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. بصوا حبايبي، معايا هنا اللبن القاطع أو اللبن اللي خرط أو اللبن الرايب. اللبن ده طبعا كان راب وباظ مني، ما تستخدم يعني ما تستغربوش من شكله، إن هو شكله مدي خفيف شوية. لما يروب منك اعملي بيه القرص القمر دي، أو تحطيه في الفريزر زي ما أنا كنت حطاه. بوريكم إن أنا طلعته من الفريزر وسخنته على النار شوية علشان إنه يفك بس من التلج، فعشان كده لونه تحسوه يعني شكله كده. بصوا بقى بسم الله، معايا هنا كيلو من الدقيق، زي ما انتم شايفين يبقى مرسوم عليه اللي هي المخبوزات، يبقى ده صالح جدا للمخبوزات. ومعايا كوبايه من السمنه ومسيحاها سمنه بدرجه حراره المطبخ عادي يعني، ولا سخنه ولا اي حاجه، بس مسيحاها عشان استخدمها كده على طول. بحط كيلو الدقيق وبحط عليه السمنه زي ما انتم شايفين. طبعا لو انت عندك عجان تستخدمي العجان بتاعك، هيسهل عليكي وبايدك، احنا ستات شطار وزي العسل هنستخدم كده ايدنا ومش هياخد وقت على فكرة. الطريقة سهلة جدا، اتحداكي بجد هتعمليها. نقعد ندعك نخلط كده السمنه، بصوا بفركها كده بين ايديا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. الطريقه ديت بتخلي القوام بيبقى هش وحلو جدا. معايا بقى كيس من البيكنج باودر واحطه كده عليه، وكيس كمان من الخميره الفوريه، طريقة سريعة على طول كده. ومعايا نص معلقة صغيرة من الملح. واللبن الرايب هستخدم كوبايتين من اللبن الرايب، ولو انا احتجت تاني هنحط. طبعا انا هحتاج نص كوباية كمان، يعني الكيلو الدقيق اخد معايا 2 كوباية ونص من اللبن الرايب. وكنت هنسى معلقتين كبار من السكر بالشكل ده. عادي خالص، احنا لسه اهو في البداية ومفيش مشكلة. نقلب بقى كله كده ما شاء الله، بسم الله، مع بعضه. بصوا بالشكل ده، نقلب ونزود بقى. يعني حطينا اول كوبايتين من اللبن الرايب ودلوقتي هستخدم النص اهو بالتدريج لغايه لما تلف معايا العجينه والاقيها خالصه كده من ايدي واحسها انها حلوه وطريه. بصوا بسم الله ما شاء الله، خلصت النص اهو. يبقى اخد مني الكيلو دقيق 2 ونص بالشكل ده. هكتب لكم كل حاجة في كلمة المزيد اللي في العنوان، هكتب لكم المكونات والمقادير بالظبط. بصوا بقى لغاية لما لمت معايا قطنية وطرية وهشة، تقعدوا تدعكوها كده بإيديكم أو بالعجان قيمة 5 دقايق كده، 5 دقايق 7 دقايق على قد ما تقدري علشان تبقى ناعمة جدا. بصوا طرية ازاي زي القطن ما شاء الله عليها بالشكل ده. هسيبها بقى كده لحد ما تختمر لمدة نص ساعة، وممكن تزودي طبعا. انا بالنسبة لي يعني سبتها شوية على بال ما خلصت حاجات المطبخ والكلام ده، غطيتها انا بصينية او بالستريتش او اي حاجة. دلوقتي بقى اجهز الصواني اللي انا هحط فيها او هخبز فيها. احط كده حاجة بسيطة من الزيت في كل صينية. دي صواني ألمونيا أو أي صواني عندك، وحطيت كمان في سيراميك. المهم يعني الصواني اللي هي من غير حوائط ديت هتساعدك كده إن تدي لون روعة بصراحة ليهم، وتسوية حلوة جدا ومثالية. نيجي بقى دلوقتي للعجينة بتاعتنا نشوفها، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بصوا تضاعف حجمها، خطيرة جدا. نقلب كده أهو، نطلع منها الهواء بالشكل ده علشان تبقى القوام بتاعها حلو. ونديها يا دوبك تقلبتين تلاتة كده، ونبدأ بقى نقطع على طول على القطاع، على الرخام، على اي حاجة. تقطع يبقى كور كده صغيرة او يعني حجم وسط
زي كده بختبرها، يعني بطبطب كده عليها عشان اشوف القرصة. مش عايزينها طبعا كبيرة قوي ولا صغيرة نملة، يعني عايزينها زي القرص الفلاحي بالظبط اللي بناكلها كنا في الفلاحين زمان وعند جداتنا. وكل بيت كده بيعملها يملى بيته بالخير بيها ما شاء الله. من شوية دقيق وكوباية سمنة يا جماعة ولبن رايب، والله كنت برميه، والله ربنا يسامحني بقى على اللي كنت برميه قبل كده. بصوا بنكور كده ونحط على طول، نكور ونحط على طول. باخد حته اهو، ممكن ابططها كده بالشكل ده علشان المها كده، بحيث ان تبقى القفله بتاعتها من تحت اهو، واعملها كده بين راحه ايديا، تروح تتكور معايا وتبقى سهله خالص بالشكل ده، واحطها في الصينيه. بعد كده ابدا بقى ابططهم. هبططها كده تبقى بسمك سنتي تقريبا، عشان لما تختمر ترفع سنه، يعني تتخن شويه لفوق، حاجه بسيطه جدا، زياده عن السنتي تبقى حلوه قوي، حجم وارتفاع مناسب خالص بالشكل ده. انا لقيت ان زودت شويه الكور في الصينيه، شلت واحده وهرصص بقى كده واقطع على القطاعه بتاعتي، وارصص في الصواني بالشكل ده. طريقه سهله جدا مش هاخد منك اي حاجه. هنسيبها كمان بعد ما نخلص بقى كل الكمية ان شاء الله، هسيبهم نص ساعة في الصواني ترتاح وتختمر تاني في الصينية. ودي برضو خطوة مهمة خالص. طبعا سهلة قوي قوي، والمقادير سهلة جدا بالشكل ده. نغطيها بفوطة او اي حاجة نضيفة، يعني مخصصاها للمطبخ لمدة نص ساعة كمان. بعد نص ساعة بصوا شكلها، بسم الله، شكلها ارتاح وفنشت كده، بصوا اتنفخت شوية. اوريكم، مش يعني انتي مش هتقدري انك انتي تغيريها من مكانها بعد ما خلاص حطيناها واختمرت، علشان ما تتبهدلش شكلها الدائري الجميل ده، نفس القرص الفلاحي بالظبط. دلوقتي بقى انا مسخنه الفرن من قبل لحد ما سخن خالص. هدخلها على الشبكه، درجه حراره من تحت بس 180، لغاية لما تاخد لون من الجناب، نلاقيها كده بقى لونها وردي، نفتح الشواية شوية كده لغاية اما تاخد اللون اللي انتوا عايزينه زي ما شفتوني كده في اول الفيديو. وادي باقي العجينة برضو وباقي الصواني. طبعا عملت معايا ما شاء الله كمية حلوة جدا. عايزه اقول لكم ان اكلنا منها لمده يومين، واحنا اسره كبيره ما شاء الله، مع احلى لبن. بصوا بقى شكلها بعد ما طلعت، الله اكبر، تحفه تحفه. سخنه انا مش قادره بصراحه ان انا اشيلها. لو انتي كنتي دهنه الزيت اكتر شويه هتطلع معاكي اكتر من كده. بنغطيها بقى علشان تطرى لما تطلع من الفرن. بصوا بقى بدات تهدى، بصوا بس دي برضو لسه سخنه شويه. بصوا شكلها تحفه تحفه يجنن بصراحه. دلوقتي بعد ما انا غطيتها وهديت شويه لمده مثلا 5 دقايق، هجيب بقى هنا شويه سمنه كده، معلقه من السمنه السايحه، وهدهن وشها بالفرشه. بصوا يا بنات التكه دي مهمه جدا على فكره، هتشربها، هي دلوقتي دافيه، هتشربها بعد ما تبرد خالص هتلاقوها شربتها، وفي نفس الوقت اديتها لون وردي لامع، خليتها تحفه. في ناس بيرشوها كده برشه من البخاخه مثلا، ميه مخصصه للمطبخ، بس انا ما بحبش كده علشان ما يبوظهاش ولا حاجه. ما تنسوش لايك للفيديو، واشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.